مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي كورة في الجول بتاريخ اليوم 9 يناير 2025. سنستعرض أحدث أخبار النادي الأهلي المصري ودعونا نبدأ. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. في حلقة اليوم سنغوص في أحدث المستجدات المتعلقة بالنادي الأهلي. استعدوا لجولة سريعة ومثيرة في عالم القلعة الحمراء. يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق استاد أبيجان الإيفواري يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. المباراة ستقام على ملعب الفريق الإيفواري، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار اليوم الخميس 9 يناير 2025 على متن طائرة خاصة. وقد تم تكليف محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة البعثة. الغيابات: سيغيب عن المباراة كل من أشرف داري بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام سموحة. يحيى عطية الله الذي يعاني من إصابة ستبعده لفترة طويلة. محمود كهربا تم استبعاده من القائمة لأسباب فنية. العودة: من المتوقع أن يعود محمد هاني لدعم الفريق في هذه المباراة بعد تعافيه من الإصابة. أكرم توفيق: تفاصيل المفاوضات. عقد محمد رمضان مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة مع أكرم توفيق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ورغم تقديم عرض جديد إلا أن اللاعب لم يحسم قراره بعد، خاصة مع وجود عرض مغرم من نادي قطري. قيد علي معلول في قائمة الفريق. من المتوقع أن يقوم النادي الأهلي بقيد اللاعب التونسي علي معلول في قائمته خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد رحيل بيرسي تاو وإصابة يحيى عطية الله وصفقات جديدة محتملة. يسعى النادي الأهلي لإبرام عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. من بين الأسماء المطروحة لاعب جزائري لم يفصح عن اسمه بعد. كانت هذه أبرز الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي اليوم. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحلقتنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ودمتم في أمان الله.